خير دليل على ده. مفيش شاب من شباب الثوره اللي هم فعلا كانوا شغالين من قبل 25 يناير، الشباب اللي هي اتحملت، يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، المجموعه اللي هي ائتلاف شباب الثوره او اتحاد شباب الثوره، الناس دي شغاله دي لها 5 سنين و10 سنين، كان بيتلفها لها قضايا، كانت بتحارب في اكل عيشها، كان بتطعن في سمعتها، كان بتتهم بالعماله، كانت بتتهم ان هم بينفذوا اجندات. يعني مفيش كنتاكي يوم الجمعه؟ لا يعني لو في كنتاكي ابعتوا لنا انتوا بقى. طيب يا ريت. طب انتوا ليه فكرتوا يا استاذ احمد انكم تعملوا تظاهره اسمها انتوا مسمينها ايه، ضد الغضب ولا ضد جمعه الغضب؟ ضد جمعه الغضب ودعم المجلس العسكري. هو بس هو الاستاذ عصام بيقول لك احنا مش ضد المجلس العسكري. طيب انا هبتدي الكلام من حضرتك ما انتهيت. حضرتك قلت له انت اخترت لفظ الغضب ليه؟ انا حتى هذه اللحظه برضو ما جبتش اجابه شافيه يعني. لا هقول لحضرتك بس دعني اكمل. احنا غضبانين فعلا لان شايفين المطالب ما بتتحققش غير بالضغط الشعبي. ما ينفعش النهارده تيجي تقول لي حوار وطني بعد ما تاخد قرار. هو بس انت بتاخد قرار لما اطياف المجتمع، يجيب حضرتك ويجيب الاستاذ ويجيب الأستاذ كل الاطياف اللي موجوده في المجتمع، وانما انت النهارده الحوار الوطني انا طيب. الناس اللي شفتها دي انا ما اعرفهاش. لا لسه كده فرصته يتكلم. يا فندم هي الفكره كلها احنا مجموعه من الناس لم تمارس السياسه قبل كده. يعني احنا مش زي الاستاذ كان مثلا قبل 25 يناير منتمي لاحزاب او يعني مهتم بالشأن السياسي ومشارك فيه. احنا كنا ناس زي ما معروف ان المصريين لم يمارسوا السياسه قبل 25 يناير فتره كبيره جدا. انا واحد ومجموعات كتيره على الانترنت بيجي لها دعوه بتقول الاتي: احنا هنعمل ثوره رقم 2. يعني ثوره 2 جمعه الغضب الثانيه، المعلن للناس كلها على الفيسبوك، والكلام ده مش صعب، ان الثوره النزوله ديت للقضاء على المجلس العسكري والطلب الرئيسي المجلس الرئاسي. ايه اللي حصل بعد اذنك يا فندم؟ معلش انا هجي لك. لا معلش معلش يا فندم معلش لا ما احنا مش من بدايه. لا انا اديتك معلش يا فندم ساكت تماما وحضرتك في فرق ان انا بطلب بمجلس رئاسي مدني. ايوه وفي فرق ان انا ادخل في صدام مع المجلس العسكري. انا بشكر الجيش انه حمى الثوره، بس بقول انا عايزك تضمن لي تعقيب على كل الكلام ده. يعني احنا عايزين سلطه مدنيه وهو اللي وعدنا بده. طب ارجوك مش معنى ان بس انا نكمل، وطالما قبل انه يدير البلاد يبقى لي الحق ان انا انتقده وانتقده. ان شاء الله كلنا هنسمع بعض دلوقتي. حضرتك الاستاذ احمد تركك تماما تتكلم، فهو من حقه انه يقول جمله الكلام. المشكله هي بتاعتنا هي دي، ان صوتنا ما بيتسمعش. صوتنا لا صوتنا ما بيتسمعش في الحقيقه، إن شاء في الواقع. ان شاء الله يتسمع. ليه بقى؟ احنا ناس نزلنا انا اول مره في حياتي انزل وادي صوت في الاستفتاء ده، ونزلت قلت نعم، والشعب المصري 77% قال نعم. نعم على ايه؟ نعم على ان يحصل انتخابات في شهر سبتمبر، وان دي خارطه الطريق اللي هنمشي بيها. لا يا فندم انا بقول لحضرتك اصل برضه لما المعلومات تبقى معلومات موثقه. لا المعلومات يا فندم. طيب انا نازل انا هدي لك فرصتك والله. طب مش انت معاك ورقه وقلم؟ مطلوب الحفاظ على النظام في انت معاك ورقه وقلم عشان تدون الملاحظات، ولما يجي دور حضرتك ان شاء الله ترد عليها. كان في 2 طرح او 2 سيناريو كان موجودين ايام الاستفتاء ده. انا فاهم ان الشعب المصري كله فاهم كده. في طرح انك تقول لا وبتدعم فكره المجلس الرئاسي اللي احنا مش عارفين ازاي هيتكون حتى هذه اللحظه. الفكره الثانيه انك هتقبل بتعديلات دستوريه يليها بعد كده اعلان دستوري ينظم الفتره الانتقاليه. لم يذكر في التعديلات الدستوريه ولا فيما يليها من اعلان دستوري اي حاجه عن المجلس الرئاسي، وكلنا متفاهمين فكره ان احنا منتظرين انتخابات عادله يعني تحت اشراف القضاء الكامل في شهر سبتمبر. من ساعه لما نتيجه الاستفتاء طلعت 77%، والناس اللي هي بتدعم الطرح الثاني مفيش جمعه ما نزلتهاش. جمعه بقى ايه؟ وحده وطنيه، جمعه محبه، جمعه دعم، جمعه تطهير، جمعه وات ايفر، كله لازم يذكر لك المجلس الرئاسي في النص. طب يا سيدي انت قمت بالثوره وانا قمت معاك بالثوره علشان ايه؟ عشان ديمقراطيه، عشان مش عايز ديكتاتوريه، سواء ديكتاتوريه حاكم او ديكتاتوريه او اقليه او مجموعات او اقليه لو اعتبرناها باعتبار اللي قالوا لا اقليه يعني. بالظبط. طيب انا مش عايز انزل وقفات. انا شخصيا عايز اشتغل. ده حقك واحنا ما قلناش انزل يا فندم. انا لو قلت لي انزل هقول لك. لا انا ما قلتلكش. انت نزلت بالمناسبه انت نزلت في 25 يناير ولا ما نزلتش؟ نزلت طبعا في ال 18 يوم دول. طبعا ما فيش حد يا فندم اللي يقول لك احنا اللي نزلنا واحنا اللي عملنا. ما فيش حد ما نزلش في مصر. ما برضه في ناس، حتى لو ناس في واحد ما غادرش السرير في البيت ودايما يقول مشارك في الثوره. انا مشارك في الثوره، انا بتابع الجزيره وبيتكلم باسم الثوره. مش بص يا فندم، هي مشكله صدقني انا مقتنع، والناس اللي بيفكروا بالطريقه دي مقتنعين ان المشكله في ناس عايزه تحتكر الثوره، عايزه تعمل حاجه اسمها مجلس قياده ثوره داخلي، مش قادرين يقتنعوا ان دي ثوره شعب اللي كل الناس مقتنعين بكده. طيب انت كنت بتنزل التحرير ولا مصطفى محمود؟ لا نزلت التحرير طبعا. اكيد. طيب وصفحتي عليها صور التحرير.
لا بص يا فندم، في شتان. بص هي دي برضو من النقطه الثانيه، ان في ناس برضو تدعي اي حد قال نعم او اي حد مش موافق ان هو ينزل يعني جمعه غضب على الجيش يبقى فلول بقى، او يبقى كان ليه توجهات مصطفى محمود، يبقى كذا. هو انا على فكره انا ما كده مش يعني انا ما بقولش جمعه انت غضب على حضرتك يا الجيش فندم؟ يا جماعه. والله إحنا حاضر، بنتكلم والله انا لينا قلتها، مطالب، انا قلتها لينا دكتور، بس مطالب حاضر والله. ونازلين استاذ نطالب عصام بيها. انا مش بتكلم، حالا ممكن تكون مش انت وبعيد حالا عن شخصيا. المجلس اتفضل. العسكري هو بيدير البلاد، فلينا الحق ان احنا ننتقده، بس انا ضد الصدام. طيب انا ضد الصدام. طيب احنا اسبق بنقول قليلا. لينا مطالب، خلاص انا اسمعني بس. بطريقه اسمعني. سلميه وبطريقه هو خلاص مشروعة. كان فاضل له نص دقيقه، يعني كده هياخد نص دقيقه زياده. هي الفكره كلها يا فندم. ها الاستاذ بيتكلم ان هو مش عايز صدام مع المجلس العسكري. تمام. طب انت حضرتك تفتكر اما انا انزل وانا عارف ان في صفحات على النت، ممكن تكون مش حضرتك اللي عامل كده، تمام. بتكتب ما تشتهي في التشكيك في المجلس العسكري، تمام. وان المجلس العسكري تقصد عمر عفيفي مثلا؟ عمر عفيفي، صفحات مدونات الألعن من الفيسبوك، انا اسف في الكلمه، المدونات عماله تهاجم في المجلس العسكري باشياء ما حدش يتخيلها، وبيدونا الخطط. يعني هو ما يجي لي دعوه ان انا انزل يوم 27، ايه الخطه اللي استفز بيها الجيش؟ لو انا حضرتك انا واحد مصري لا الكلام اللي تقوله لو معاك حاجه موثقه تطلعها لنا. لا ما انا مش انت ما تورطناش بقى لا وتقول لا لي انا مش بقول لحضرتك يعني الاول الدكتور لا كلمني في تكون موضوع تكسير الاقسام، الكام ده اللي عمله الحزب يا فندم الوطني. انت ليه لا لا معتقد ان احنا لا، بنقول خلي عليك بالك انا كنت بقول لك كلمه جمعه الغضب بتستدعي في الذهن احداث معينه حدثت يوم 28 يناير. لماذا اخترت لفظه الغضب؟ 28 يناير. طيب انا مش بقارن، انا بقول لك انت ليه اخترت الكلمه اللي بتعمل استدعاء ذهني لكلمات معينه. بيحصل احنا شايفين ما فيش انا مطالب ممكن اكون بتتحقق. غضبان، بس اصبح هذا مصطلح مرتبط بحدث معين، اختار كلمه مشابهه، جمعه الزعل يا سيدي. انت الاول كنت سالتني، كنت قلت لي مين اللي سمى اليوم. مين اللي سمى اليوم؟ انا على فكره عايز اقول لحضرتك على حاجه. الفكره في مجموعه شباب في الجامعه، يمكن الناس كتير عايزه تعرفهم، انا اعرفهم شخصيا كويس. شباب محترم جدا وشباب صغير في السن وجميل قوي، عاملين حاجه اسمها ثوره الغضب الثانيه، مش الجمعه، ثوره الغضب الثانيه. فقعدنا معاهم قلنا لهم يا جماعه احنا مش محتاجين ثوره ثانيه، احنا محتاجين نكمل ثورتنا. طيب عندنا عاجل من القوات المسلحه، اتفضل. اللواء طارق المهدي بيعلن تحمل القوات المسلحه نفقه تاسيس الاحزاب الجديده. ده عظيم ده كويس. المجلس العسكري خبر ممتاز اللي احنا بندعمه ده كويس. واللي احنا واثقين المجلس كويس. العسكري عايز يوصل بس ليه حياه مدنيه. ده التوقيت والمسج الرساله؟ ليه التوقيت ده تحديدا؟ هو ده كان مطلب من ممكن بقى مطالبك؟ نسكت عشان ده نسمع ما الاستاذ كانش ممدوح. مطلب من نسمع الاستاذ مطالبك. ممدوح. حضرتك بس تكلمت. على فكره انا تم مقاطعتي. شكرا. اتفضل. سأعود اليك. اتفضل. حضرتك سمعت الطرفين. تكلم بقى، هل انت شايف ان يعني الاعتراضات اللي بيذكرها الاستاذ عصام ومن معهم شباب الثوره تستاهل ان احنا نعمل جمعه غضب ومليونيه، ولا الامور كانت محتاجه مثلا حوار اكتر من كده مع المجلس العسكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا ادعو الاخ عصام لشيء من الهدوء، لانه الهدى اكثر يعني حضرتك ياخذ انت بتسمعه ده، هو لسه بينصح. انا مش هزعل. يا استاذ ما عصام تكلمنيش معلومات مغلوطه وانا اسمعها واسكت. لا طبعا مفيش معلومات مغلوطه، والانترنت موجود قدام حضرتك وممكن اوجهها. اجمالا اتفضل. انا حتى لاحظت انه الاهرام نشر معلومات هي لم تنسبها الى جهه. اخطر من كل ما قيل فيها كلام عن انه في ترتيب للمناداه بانتخاب قيادات القوات المسلحه. بالظبط. وانه الكلام ده لا يحدث في اي مؤسسه عسكريه في العالم وكده. الحقيقه تجهيل الكلام خطر، لانه انا انزعجت جدا من هذا الكلام، لانه يتجاوز الفاصل الواضح في اذهان الاساتذه الافاضل بين الجيش كمؤسسه عسكريه وبين المجلس الاعلى للقوات المسلحه كسلطه مؤقته تدير دوله في حاله زوال النظام. وبالتالي يبدو ان هناك يد لا نوجه الاتهام فيها الى سين او صاد من اللي نازلين لا في عند المنصه ولا في ميدان التحرير، تحاول ان تستثمر الواقع لتحويلها الى صدع في العلاقه بين الشعب المصري وبين المؤسسه العسكريه، وهذا خطر ينبغي الانتباه اليه. أنا في تصوري أنه الموضوع فيه جملة من المشكلات وليس مشكلة واحدة. مشكلة أولى لدينا مشكلة ثقافية لا يتحمل عنها المسؤولية لا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا ثوار التحرير ولا الرافضين للجمعة الثانية، اللي هو مفهوم العدالة. أذكر أنه كان بيتحاكم مرة مسؤول عراقي كان رئيس محكمة الثورة في نظام صدام حسين، اسمه عواد البندر، وخد إعدام. لما خد إعدام قال للقاضي طب أنا تعديم ليه؟ اللي بيحيل المتهم ليا مش أنا، واللي بيسن التشريع اللي بحكم بيه مش انا في النهايه قاضي بجلس على منصه في برلمان بيسن التشريع، وفي جهه قبض وتحقيق وتوجيه اتهام بتجيب المتهم، وانا بنفذ. ورغم هذا كان الحكم بالاعدام عليه عادل. ليه؟ لانه كان جزء من بنيه نظام اليته اضطهاد المجتمع العراقي. وبالتالي العداله الجذريه دي نحن نفتقر اليها في ثقافتنا المصريه. وللاسف الشديد انا كنت اتصور، وقبل ان نصل الى النقطه التي اصبح فيها دعوه للخروج الى جمعه غضب ثانيه، انه بمجرد تنحي الرئيس مبارك ان يصدر قرار ومرسوم دستوري
بتشكيل لجنه تقصي حقائق تحقق في كل انتهاكات حقوق الانسان على مدى 30 سنه، لانه مما عمت به البلوى، نعم. ولانه الفاعل ليس مجهولا، ولان القضايا لا تسقط بالتقادم، ولان الضحايا معروفون. هذا لم يحدث.